يبقى شيكابالا واحد من أهم اللعيبة في تاريخ الكرة المصرية. لولا الذهب لميسي وكريستيانو لكان الأباتشي ليه كورة ولا اتنين ومش كلام. أنا عارف إنه بيحرق ناس وبيولع في ناس، وبالأخص الواد اللي الست بتصرف عليه، والواد اللي جاي من ورا الجاموسة، مع احترامي للجاموسة اللي بيطلعوا يقعدوا يتكلموا على عم الناس وسيد الناس محمود عبد الرازق شيكابالا. رقم 10 ما بيلبسوش غير العظماء، وشيكابالا واحد من عظماء كرة القدم عبر تاريخ اللعبة. شيكابالا ما يقلش عن ميسي، ما يقلش عن كريستيانو، ما يقلش عن ميلا، ما يقلش عن كل نجوم العالم اللي لعبت كرة القدم. لكن بعض الجماهير الغبية اللي ما تفهمش يعني ايه كرة قدم بيحاولوا يقللوا من إمكانياته ومن مهاراته العالية. امبارح شيكابالا لما نزل يا جماعة حرك الملعب في 10 دقايق وقدر يصنع الفارق مع الزمالك، رغم تقدم السن ووصل ل40 سنة. لكن يبقى محمود عبد الرازق واحد من أهم اللعيبة اللي جت في تاريخ مصر، رغم أنف الحاقدين والكارهين.